ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يمكن من اول ما عملت الصفحه يعني اكتر طلب البنات بيطلبوه مني ان انا اعمل فيديو عن الحاجات اللي بستخدمها لشعري. في الفيديو ده يعني هحقق لكم امنيتكم، ولو انت ليكي صاحبه بتحبيها يعني وبتعزيها بليز اعملها منشن في الفيديو ده عشان هي فعلا بجد هتستفيد من الفيديو ده. الموضوع ابتدى ازاي؟ الموضوع ابتدى انه انا من 6 سنين كنت يعني مش بقص شعري خالص، اهمال مش اكتر. كنت بكسل اروح الكوافير انه يقص لي شعري، ففضلت فتره شعري طويل وتمام وكل حاجه لغايه لما وصلت في مرحله كده شعري مبقاش بيطول تاني وبيقع في الارض. اقعد اسلكه في ساعه الا ربع، يعني الموضوع كان مأساوي يعني. لغايه من فتره من سنه مثلا او من سنتين قررت ان انا ادور على الحاجات اللي هي بتفيد الشعر وكده واجربها، وجربت حاجات حلوه كانت طلعت تحفه وفي حاجات فعلا طلعت وحشه. في الفيديو ده هقولك خلاصة اللي انا توصلت ليه. اول حاجة هبتدي بيها واللي هي اكتر حاجة انا بحبها وما ينفعش استغنى عنها خالص، حاجة اسمها هير كونديشنر اسمه سيليكون ميكس. انا استخدمته لشعري تقريبا من 6 شهور. هو المفروض ان هو برازيلي تقريبا، مش عارفه عرفته ازاي. كان في بنوته يعني يوتيوبر مكسيكيه شكرت فيه وكده، واكتشفت اصلا ان هو مشهور قوي بره مصر يعني. فالمهم جربته، انا فعلا شعري سلك في 5 دقايق وكمان اقل يعني. فهو فظيع، بيخلي شعري تحفه، حتى بيخليني اقدر ان انا بعد ما بغسله وينشف اقدر اخرج بيه. يعني انا اول مش بعرف اخرج بيه ولازم سشوار او كده، لا دلوقتي بقيت بخرج بيه منكوش عادي شكله حلو يعني بعد الغسيل. هو المفروض السيليكون في ناس كتير ما بتحبوش عشان هو بيدي مظهر حلو للشعر، بس يعني لو الشعر مجهد ما بيبينش ان هو مجهد. I don't care، انا بحبه وما اقدرش استغنى عنه. ما اعرفش اصلا لو وقفوه انا هعمل ايه، بس هو حلو جدا. تاني حاجه شامبو، انا بستخدم جي كي شامبو. انا اشتريته من بره مصر بس اكتشفته عادي ان هو موجود في الصيدليات. فعلا بستخدمه، بيخلي شعري فعلا ابن ناس يعني. بحس ان هو يعني بيخلي شعري شكله صحي وريحته حلوه وناعم وكده، فلا حلو قوي قوي انا بستخدمه. طبعا الشامبو بتاع الشعب هيد شولدر يعني طبيعي، بس بستخدمه مره كل اسبوعين. في حاجه اسمها 3 minute miracle، كنت جايبها ب$7 من ويب سايت اونلاين بره مصر. ده ميزته ان هو في 3 دقايق بيخلي شعرك ناعم. متسألنيش ازاي، بس بحطه على شعري بيبقى تحفه. في برضه هيت بروتكشن، الناس اللي متابعيني كنت منزله فيديو قبل كده عن احسن هيت بروتكشنز، بس هو احسن واحد فيهم هو ده اللي هو شويسكوف، مش عارفه اسمه صح ولا لا، شويسكوف كريستال شاين اند هولد. حلو قوي، ويعني بحس ان شويسكوف اكتر حاجه يعني بيركزوا عليها ان الحاجه بتاعتهم تبقى ريحتها حلوه. فانا دايما لما بحطها بحس ان ريحتها حلوه وفي نفس الوقت فعلا يعني افكتيف ضد فعلا الهيت والكلام ده، فهو حلو قوي. السيروم بقى اللي انا بستخدمه برضه شويسكوف، اسمه اويل ميركل. انا هوريكم شكل العلبه. انا عرفته ازاي؟ انا عرفته عن طريق انه كان الكوافير بتاعي كان كل ما بعد ما بيخلص شعري بلاقي ان هو فيه شويه زيت في ايده ويحطهم على شعري، الاقي ريحه حلوه جت فجاه وشعري بقى شكله حلو قوي. فكل ما اقعد اساله ايه انت جايبه منين وكده، ما كانش بيرضى يقول لي خالص، لغايه لما تقريبا الشركه نفسها ادوهم شويه كتير يبيعوهم فقال لي بقى، فانا اشتريته طبعا على طول. هو حلو بس بتستخدميه على الشعر من تحت بلاش من فوق. هو مش بيزيد كده بس برضه يعني بلاش من فوق، خليه من تحت. بس ريحته تحفه، تقريبا بحس ان هو ريحته ياسمين حاجه كده. اخر حاجه زيت جدايل ده كنت جايباه من مول اوف اريبيا وفي سيتي ستارز برضه. زيت جدايل ده مطول، فيه نوع مطول الشعر وفيه اللي بيكثف الشعر وفيه بيقوي الشعر. انا جبت المطول. نصيحه، هو حلو قوي بس تحطيه على يعني جذورك، ما تحطيهوش على شعري من تحت عشان هو بينشف الشعر، فتحسي شعرك حالته بقت سيئه. فبالتالي لا، لازم تحطيه على الجذور بس وتحطيه نص ساعه وبعد كده تغسلي شعرك. عايزه تجيبيه من المحلات اللي قلت لك عليها، يا اما تعرفي حد في السعوديه يجيبهولك من المحل نفسه برضه، اللي هو فيه منه مضروب كتير، وفي السعوديه بيتباع مضروب، وفي ويب سايتس السوق والكلام ده تقريبا برضه مضروب. فالاحسن عشان تبقي مطمنه هاتي من الستور نفسه. بس ده حلو قوي لو انتي استمريتي عليه فعلا هيطولك شعرك. هي دي معظم الحاجات اللي انا يعني استخدمتها او بستخدمها. يا رب اكون افدتكم. الحاجات اللي انا يعني تقدري تشتريها من مصر زي ما قلت جي كي من الصيدليات، سيليكون ميكس بقى. كل الحاجات اللي تشتريها من بره مصر هتلاقي لينكاتها موجوده تحت عشان تعرفي تشتريها. مش لازم يكون ليكي حد بره مصر، انا ماليش حد بره مصر، انا باخد اللينكات وابعتها لشركه اسمها لينكس وهما يخشوا يشتروهولي ويجيبولي لغايه باب البيت. في كود علياء 50 تقريبا هكتبه لكم تحت، بتستخدميه بتاخدي 50% ديسكاونت على الانيوال سبسكريبشن، فما بتدفعيش جمارك بقى خالص، فتقدري تجيبي اللي انت عايزاه. ف
فيا رب اكون افدتكم واشوفكم في الفيديو الجاي. اعملي لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتي عشان تقدري تتابعي الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده واللي هنزلها.